اهلا اهلا، وحشتوني منورين في مطبخ بيبو. يلا نعمل بيتزا في البيت طعمها حكاية. ما ينفعش عشان ناكل بيتزا نشتري الواحدة باكتر من 100 جنيه، واحنا نقدر نعملها في البيت بمنتهى السهولة. بكوبايتين من الدقيق هتعملي بيتزا بحجم عائلي. هنعمل البيتزا بالطريقة الأصلية بطريقة سهلة جدا. ولو بتشتكي ان العجينة بتطلع معاكي ناشفة، شوفي معايا الوصفة بالتفصيل خطوة خطوة، وتحدي انك هتعملي احلى بيتزا هشة وطرية والجبنة مطاطية جدا. لايك يا جميلة للوصفة القمر دي، ولو أول مرة بتشوفي مطبخ بيبو اعملي اشتراك وفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل وصفة جديدة من قناتي، ولينك الفيسبوك في أول كومنت مثبت. يلا نبدأ ونقول بسم الله. معايا 3 كوبايات من الدقيق، وحجم الكوباية هو مج الشاي اللي موجود عندنا في كل بيت. ال3 كوبايات دول هيعملوا لي بيتزتين من الحجم العائلي. وكمان الدقيق اللي انا استخدمته هو دقيق متعدد الاستخدامات. معلقة سكر صغيرة، ومعلقة ملح صغيرة، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر لان دوت هيدي طراوة للعجينة حلو جدا، وعلبة زبادي، ورشة كده من الزيت بمقدار معلقة كبيرة من الزيت، سواء زيت الزيتون او اي زيت موجود عندك، بس طبعا لازم يكون زيت كويس جودته كويسة علشان ما يديش طعم وحش معانا في البيتزا. وهنزل بقى بمية فترة كده واحدة واحدة، وهبدأ أعجن. الزبادي واللبن البودرة هيدي طراوة للعجينة حلوة جدا، واستحالة هتنشف معاكي. هنبدأ بقى نلم العجينة بتاعتنا كده خطوة خطوة، وننزل بالمية لما الاقي ان العجينة محتاجة مية معايا. بصوا اتلمت معايا بمنتهى السهولة اهي، زي ما انتوا شايفين. تعرفي منين ان العجينة كده مش محتاجة اي مية؟ لما هتتلم معاكي ومش هتلاقيها تلزق في ايديكي. اهم حاجة بقى الخطوة ديت، ان انتي تعجني العجينة بتاعتك كويس قوي. تقعدي كده تجيبيها يمين وشمال، يعني اخدمي العجينة بتاعتك قوي علشان خاطر تديكي نتيجة كويسة. هتطلع معاكي عجينة بيتزا زي الفل من غير ما نستخدم عجان ولا اي حاجة. اهم حاجة زي ما قلتلك اخدميها كويس قوي كده لمدة 5 دقايق بايديكي، تفردي فيها كده لحد ما تلاقيها معاكي زي الفل. هنلم العجينة بتاعتنا ونسيبها بقى تخمر كده في مكان دافي، وتغطيها كويس جدا. سيبيها تخمر حوالي ساعة كده. كل ما العجينة هتاخد حقها في التخمير هتديكي برضو نتيجة حلوة جدا. رشة زيت صغنونة جدا كده علشان خاطر ما تلزقش معانا. وبعد كده هغطيها بس كده، واسيبها بقى لحد ما تاخد وقتها في التخمير. تعالوا بقى عقبال ما العجينة بتاعتنا تخمر براحتها نحضر الحشوة وكمان صلصة البيتزا. كنت عملت معاكم صلصة البيتزا بمنتهى السهولة، هسيب لكم لينك الوصفة كامل في التعليقات، هتعجبكم جدا. هتعملي كمية حلوة من صلصة البيتزا، وبتحتفظي بيها في الفريزر، واي وقت تحبي تعملي بيتزا بتطلعيها قبلها بشوية وتسيبيها تفك، وتاخدي الكمية اللي انت عايزاها. زي ما انتوا شايفين بقى العجينة بتاعتي خمرت وبقت بصوا قطنية وطرية في منتهى الجمال. انا مش عايزه اقول لكم العجينه طريه ازاي. زي ما قلتلك اللبن البودره والزبادي هيفرق معاكي جدا جدا في عجينه البيتزا. الكميه بتاعتي دي هعمل منها صينيتين، صينيه حجم وسط وصينيه حجم عائلي. عملت كل كورة من البيتزا قسمتها على حسب الصينية اللي انا هستخدمها. دي الصينية الحجم الكبير، والصينية الحجم الوسط. شايفين مقاسهم حلو جدا، يعني هيعملوا لي بيتزتين بحجم حلو جدا. اول حاجة بقى هرش رشة بسيطة جدا من الزيت في الصينية اللي انا هستخدمها، وهبدأ كده بالفرشة اوزع الزيت بتاعي وفي جوانب الصينية بتاعة البيتزا اللي انا هستخدمها. وهبدأ بقى احط العجينة بتاعتي. انا بستسهل الخطوة دي جدا، ولا بفرد بقى على رخامة المطبخ وبعد كده اخد العجينة واحطها في الصينية. ملوش اي لازمة الكلام ده. زي ما انتوا شايفين قسمت البيتزا بتاعتي للكورتين لنصين، وخدت الجزء اللي انا مخصصاه للصينية دي فردته في منتهى السهولة بايديا كمان مش بنشابة في الصينية. وزي ما انتوا شايفين اتفرد معايا سهل جدا. ده علشان البيتزا عجينة طرية ومش محتاجة مني اي مجهود.
وزي ما قلت لكم لازم نديها حقها في التخمير. هبدأ بقى بالشوكة كده اعمل فتحات في كل الصينية بتاعتي ما عدا الجناب، يعني ما عدا الجناب داير ما يدور علشان تنفخ معايا شوية كده وتدي شكل حلو. دي صلصة البيتزا اللي انا عملتها معاكم، وزي ما قلت لكم هسيب لكم لينك صلصة البيتزا مثبت في التعليقات، هتعجبكم وبكمية بسيطة جدا من الطماطم، يعني بكيلو طماطم هتقعد معاكي حبة حلوين. الحشو بتاعي بتاع البيتزا بسيط جدا، مش محتاجة بقى اعمل ولا لحوم ولا فراخ، انا هعملها بيتزا خضروات. الحشوة بتاعتي عبارة عن بصل متقطع شرايح رفيع جدا، وفلفل ألوان أحمر وأخضر، وزيتون شرايح، ومعايا كمان الجبنة الموتزاريلا. طبعا الحشوة دي لعبتك، حطي الحشوة اللي انت عايزاها، يعني لو حابة تضيفي صدور من الفراخ كده وتشوحيها زي الشاورما هتدي طعم حلو جدا، او ممكن بسطرمة، او ممكن تونة، او ممكن لحمة مفرومة، زي ما انت حابة. لكن انا بصراحة كنت حابة اعملها بيتزا خضروات تبقى خفيفة كده واقتصادية من غير لحوم ولا فراخ. بدأت افرد بقى صلصة البيتزا بتاعتي، وهبدأ أنزل بالخضروات بتاعتي، بصل وفلفل ألوان وزيتون شرايح. ممكن كمان لو انتي مستعجلة وعايزة تعملي صلصة بيتزا سريعة جدا هقولك تعمليها ازاي. معلقتين من معجون الطماطم على النار، معاهم شوية مية، ومعلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، وهتقلبي كده كويس ويدوبك يغلو غلوتين، هتبقى عندك صلصة بيتزا جاهزة. وكمان معلقة صغيرة من الزعتر، دي أسرع صلصة بيتزا هتعمليها وهتديكي طعم حلو جدا. زي بقى ما انتوا شايفين معايا حطيت التوبينج كده بتاع البيتزا، الخضروات والزيتون الشرايح، ونزلت بالموتزاريلا اخر حاجة. وكمان هرش بقى رشة كده من فوق من الزعتر، بيدي طعم وريحة في منتهى الجمال البيتزا. مش عايزة بقى اقول لكم بيتزا في منتهى الجمال، ما تقولوليش بقى البيتزا بتاعت بره. دي الصينية التانية عملتها بنفس الخطوات سهلة جدا، وبرضو برش عليها معلقة صغنونة كده من الزعتر. زي ما انتوا شايفين البيتزا بتاعتي بقت جاهزة. تعالوا بقى واحنا بنقطع البيتزا اللي في منتهى الجمال دي، ومحدش يقول لي بقى نشتري بيتزا من بره. بصراحة انا ما بقتنعش خالص ان انا اكل بيتزا من بره. شايفين الجمال والنظافة والحلاوة؟ شايفين بقى العجينة طرية وجميلة وهشة ازاي؟ حاجة كده في منتهى الجمال. انا سويتها ازاي؟ اول حاجة كنت مسخنة الفرن كويس جدا، ودخلت الصينية بتاعتي على الرف المباشر للنار على نار متوسطة. اول ما بتستوي وبدأت تاخد معايا اللون اللي انتوا شايفينه ده كده من تحت، برفعها تحت الشواية. بمجرد ما الجبنة الموتزاريلا بتسيح معايا كده وبتدي اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده، بقفل عليها. عملنا بيتزا بقى في منتهى الجمال، ولا احلى ولا اروع ولا اسهل من كده. يا رب تكون عجبتكم، اعمليها بالخطوات والتكات اللي عملناها مع بعض، واتحداكي انك تشتكي تاني ان البيتزا بتاعتك بتطلع ناشفة او العجينة مش طرية. هتعملي احلى بيتزا وهتبهريهم بطعمها. لو عجبتك الوصفة بقى ما تنسيش تعملي لايك للوصفة القمر دي، واكتبولي في الكومنتات بعد ما تجربوها النتيجة معاكم عاملة ازاي، وبتتابعيني من اي بلد. واستنوني في وصفة جديدة من مطبخ بيبو. دمتم سالمين وفي احسن صحة وفي احسن حال. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.